أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. ينضم إلينا نجم منتخب مصر لكرة القدم للأقزام كابتن يوسف راوي. اهلا وسهلا. منورنا يا كابتن الله يوسف. يخلي حضرتك. كابتن يوسف، طبعا كرة القدم طبعا هي اللعبة الشعبية الأولى، وطبعا كل الناس بتحب تلعب الكورة. مظبوط. أولا أنت إيه أقول لنا أنت لعبت إزاي كرة قدم؟ وأنا عرفت أنت كنت بتلعب مع ناشئين نادي وادي دجلة، مظبوط. فجت ازاي الفكره وبعدين ازاي انتقلت لفريق الاقزام؟ انا من صغري وانا بلعب كوره، اذا كان في الشارع مع زمايلي او ما شابه كده يعني. رحت الاول مراكز شباب، بعد كده لقيت فرصه ليا ان انا اروح فريق ناشئين في دجله، بس ما قدرتش ان انا اكمل هناك. كان تحت كام سنه ناشئين؟ كان ساعتها مواليد 2003. 2003. ساعتها ما قدرتش ان انا اكمل هناك بشكل منتظم، كان بسبب فرق الطول، فرق الاحجام، وخوف المدربين عليا من الالتحامات. مم. فكان اللي هو القرار بتاعي خلاص هبطل كوره، يعني هو ماليش مستقبل فيها. مم. لحد ما لقيت استاذ علي شعبان على صفحته على الفيسبوك، فتواصلت معاه وانضميت معاه للمنتخب، ودلوقتي بقالي 4 سنين اهو معاه. انت عندك كام سنه اصلا؟ انا 20. 20. يعني اه انت بدايتك دلوقتي انك كنت بتلعب في نادي وادي دجله مظبوط. وانت عضو في النادي. مظبوط. فهو ده اللي شجعك انك تلعب. مظبوط. طيب دلوقتي بقى لما عرفت ان في فريق كره قدم بقى للاقزام بقى، يعني شعورك كان عامل ايه وقلت لاسرتك ازاي؟ هو انا في الطبيعي يعني ما كنتش بلتحم كتير مثلا مع الاقزام او كده، بسبب خوفهم ان هم ينزلوا الشارع تنمر او ما شابه ذلك يعني. فانا ما كانش عندي فكره ان في منتخب او في فريق. اه لحد ما لقيت استاذ علي، في اللي هو انا فرحت، اللي هو ليا مكان ان انا العب فيه كوره ومنتخب مصر، وبنشارك في محافل دوليه وما شابه ذلك يعني. كفايه انك بتمثل منتخب مصر. بالظبط طبعا. فاول لما قلت لاهلي، طبعا هم كان اول داعم ليا، ووالدتي على طول كانت معايا في التمارين وما شابه ذلك يعني، لحد ما استقريت معاهم بقى الحمد لله. انت مرحلتك الدراسيه ايه، او انت في سنه كام، او اتخرجت ولا ايه؟ انا في ثالثه جامعه، بدرس بيزنس في الجامعه المصريه الصينيه. الجامعه المصريه الصينيه. الصينيه. المصريه الصينيه. اه انت بقى داخل بقى حته تانية خالص. ان شاء الله يعني على خير. غاوي بقى صيني مع ان اللغه الصينيه صعبه. طبعا صعب، بس يعني بتنفع. بتنفع. اه مين اللي شجعك؟ والدتي طبعا ووالدي، يعني كان اول ناس مشجعيني في الموضوع ده. اه وطبعا طبعا خلاص انت اللغه الانجليزيه دي اللغه الاساسيه بالنسبه لك، يعني مظبوط. هي دي اللي آه انت في مدرسه لغات مش كده؟ مظبوط. هي دي اللي شجعتك، وبعد كده قلت ابدا بقى اللغه الثانيه اللي هي الصينيه. مظبوط، يعني حاجه هتنفعني مستقبليا طبعا. لا وبعدين تبقى مثلا اداري، تبقى مسافر، حتى لما مسافر مع المنتخب بيحتاجوا ناس لغه، مظبوط وخصوصا طبعا. بقى لو رحتوا الصين يعني. ان شاء الله على خير. ان شاء نروح الله. احنا بس. طيب دلوقتي انت بتتمرن كام يوم، وقول لي الرياضه عملت معاك ايه؟ فرق في احنا حياتك. احنا بنتمرن من 2 ل3 ايام في الاسبوع، خصوصا ان احنا عندنا دوري قريب وعندنا بطولات تانية قريبه، فاحنا بنحاول ان احنا نستعد ليها. بطوله زي بطوله الافرو اسيويه في المغرب دي ان شاء الله شهر 5، بعدها كاس العالم في شهر 8. فاحنا بنحاول ان احنا نكثف التدريبات بتاعتنا عشان ان احنا نكون مستعدين للبطولات دي. ده انت ده؟ مظبوط. دي اه بطوله كاس العرب اه اللي خدناها السنه اللي فاتت في شرم الشيخ. اه دي بعد ما جبت الجون ده ولا ايه؟ دي بعد ما جبت الجون ضد منتخب اسبانيا. اه كنت جايب الجون التاني فيهم. اول حد احتفلت معاه طبعا كان والدتي، ان هي كانت اكبر داعم ليا طبعا. كانت معاكوا على طول. او طبعا يعني في التمارين او في اي مم. بطولات او في اي حاجه، كانت هي اول داعم ليا انت بعد ما جبت الجون بقى؟ بعد ما جبت الجون على اه طول. دلوقتي اشرف حكيمي بيعمل كده هبقى زيك، ولا مين اللي بيقلد مين بقى؟ هو انت اللي انا بتقلده انا ولا انا هو اللي عملت بيقلدك؟ انا مين اللي عمل عملتها الاول؟ عملتها من سنه، يعني هو لسه عاملها السنه دي، يعني هو اللي اعتقد هو اللي بيقلدك. بيقلدني. الصوره هي صوره حلوه قوي كده، يعني حاجه جميله ان يكون اولياء الامور موجودين بيتفرجوا على طبعا على يعني الماتش يعني. كانت اول دعم ليا، وكانت دايما معايا على طول من صغري، اذا كنت وانا بروح مراكز الشباب او كنت بروح النوادي، كانت هي اول حد انتوا بيجري دلوقتي معايا على الملعب. بتتمرنوا فين؟ احنا دلوقتي بنتمرن في مركز شباب الساحل اه وفي مركز شباب الجزيره. ليه انا بقول لك ليه كده؟ عشان لو في ناس بتتفرج علينا وعايزين يجوا يلعبوا كرة قدم، تمام. فيروحوا فين؟ يعني انا امبارح بالصدفة قابلت شخص كان باين بيصلي صلاة الجمعة ولا ايه، تمام. ف فجيت قابلته، فقلت له تلعب كورة؟ قال لي كورة؟ هو مستغرب، عايز يقول لك مستغرب ايه، طبعا. هو في حالتي كورة؟ طبعا. قلت له طب
في عندكم، وبكره ان شاء الله اتفرج على الحلقه وقول لي وهتروح تلعب فين، هنقول لك ده فين. فانت دلوقتي احكي له التجربه بتاعتك عشان هو او غيره يقدروا يعملوا زيك. يمكن اللي انا بحاول اعمله انا وزمايلي الفتره الحاليه ان احنا يعني ننزل قصار القامه بشكل عام او الاقزام يعني بشكل عام، ان هم يشاركوا معانا في البطولات او في الدوري، حتى لو هو مش هوايته الكوره بس ان هو يشارك. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان الواحد يعدي مرحله التنمر او المرحله دي كلها، وان هو ينزل الشارع يلتحم بالناس الكلام ده كله. مش عايز يعني حد يواجه نفس اللي انا كنت بواجهه اذا كنت انا او زمايلي. فهو طبعا طبيعي ان هو يكون مستغرب، ده هو ما فاكر يعرفش. ان هو ده يعني حتى بقول له انت عندك كام سنه؟ قال لي عندي 17 سنه. يعني مظبوط 17 يعني لسه صغير، لسه صغير يعني لسه ما مظبوط يعرفش حاجه. فاللي هو مش عايزين حد مننا يواجه اللي احنا كنا بنواجهه واحنا صغيرين، وينزل عادي الشارع ويعمل اللي هو عايز يعمله براحته، اللي هو مفيش فرق كبير، انت تعرف ان تعمل اي حد سوي بيعمله. يمكن لو عايز مثلا يشارك معانا على سبيل المثال اذا كان اي حد، في صفحة الدوري على الفيسبوك، وفي ان احنا بننزل نتمرن في مراكز شباب الساحل ومراكز شباب احمد عصمت، واحنا دلوقتي عاملين دوري 12 فريق، فاكيد هيبقى ليه مكان طبعا. هنحتاج مظبوط لو هو عنده استعداد انه يقدر بيلعب كوره، يعني يمكن مظبوط هو يعني انا شفته ما شاء الله يعني جسمه ممكن لو ما لعبش حتى كوره ممكن نوجهه العاب قوه، بالظبط. ممكن يبقى في العاب ان في قوة العاب تبع تانية. البارالمبية طبعا. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان اي شخص عنده اعاقة اللي هو ينزل ويتغلب على الاعاقة دي، اصلا مفيش مشكلة، تعرف تعمل اي حاجة اي حد سوي بيعملها، دي بس الفكرة انت كلها. بقى نفسيا، يعني الاول كنت اعتقد انك لما تيجي بتنزل من البيت بتبقى حاسس ان الناس بتتنمر عليك. دلوقتي بقى لما انت بقيت تطلع في الاعلام، بقيت بتبقى في منتخب مصر، بتمثل منتخب مصر، بتسافر، بتلف العالم، افتكر نفسيا اتغيرت. طبعا يعني نفسيا اتغيرت، ان انا من صغري كان اهلي واصحابي دايما بيشجعوني ان انا انزل معاهم، يعني ما واجهش حاجه اسمها تنمر، اللي هو اطنشها بمعنى صح اه يعني. دلوقتي اكيد نفسيا اتغيرت، اللي هو النظره نفسها اتغيرت، فالنفسيه طبيعي انها تتغير. امم بعرف امارس حياتي بشكل طبيعي جدا واعمل اي حاجه لا، ممكن وانت كمان تتعمل. انا كابتن مصر، انا بالظبط لاعب منتخب مصر، انا بالظبط. يعني دي فاللي هو نفسيا. النظره نفسها بتتغير، يعني حتى فبالتالي النفسيه تتغير. يعني انت مثلا عايز حد يسالك انت فين، انت مين، تقول لهم بالظبط انا فلان الفلاني. بالظبط. اه فلا هكون مستعد ان انا اقول له حاجه شبه كده، النظره نفسها بتتغير. بالتالي لما النظره تتغير النفسيه نفسها هي اللي هتتغير. لا، النظره هل في اختلفت خلاص. الاسره في حد غيرك ولا انت الوحيد في لا انا الاسره؟ الوحيد. اه عشان كده كان في تركيز بقى معاهم في الاسره كلها ان هم عايزين يريحوك. بالظبط يعني اه الحمد لله كانوا دايما ورايا، كانوا دايما معايا. علموني ازاي ان انا اطنش يعتبر التنمر والكلام ده كله، اذا كانوا هم او صحابي طبعا. بس هو تحيه خاصه للاب والام والاسره ان هم بيقدروا ازاي يحافظوا على ابنائهم، يحاولوا يعني يبعدوا عنهم او الحاله النفسيه اللي هم فيهم، ان هم بيقولوا لهم يا جماعه الناس كلها زي بعض وما فيش، يعني احنا كلنا 24 قيراط. مظبوط فانا بقى انا تخين، انا قصير، انا طويل، انا رفيع، فالعمليه دي كلها ممكن انت عندك حاجه. طب اقول لك حاجه، انت مثلا عندك مثلا قصر، مظبوط. لكن انت بتتكلم انجليزي، تتكلم دلوقتي صيني، ان شاء الله. لعيب كوره، يعني عارف ما شاء الله وسيم. الله يخليك. يعني في ناس بتبقى ما عندهاش النعمه دي. بالظبط فهي الدنيا كلها واحد. اهم حاجه ان انا اكون راضي، عندي قناعه، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى مظبوط على كل حاجه. عندك الثلاث حاجات دي خلاص انت كسبت بقى الدنيا والاخره. فمهم اجتهد في المجال اللي انا فيه. مظبوط. يعني انت ليه ما رحتش تلعب مثلا العاب قوه؟ انت بتحب الكوره، ربنا رزقني ومش موهبه شرط انا الكوره. بحب لا، مظبوط انا الشرط اكون انا متفوق في مظبوط فانت ربنا مديك يعني موهبه الكوره، موهبه انك انت ممكن تتقبل لغات. مظبوط. يعني ممكن في ناس مهما تعلمهم ما لهمش في اللغات، انت ما شاء الله. وبعدين الصيني، يعني انت ده الصيني ده صعب جدا يعني عارف. فتلاقي يعني دي لوحديها، يعني الواحد يعني يتمنى ان يكون زيك في اللغات يعني انا بتكلم في حاجه عامه بقى اهو. اما في واحد اصلا عادي وممكن ما بيعرفش مثلا يكتب عربي، مظبوط. مش بيعرف انجليزي ولا صيني. فربنا موزع القدرات. انت مظبوط. برضه عندك قدرات، وفي عنده ناس مثلا
آه، آه، جزء ظاهري. انت مثلا طويل قصير، مظبوط لكن في ناس من جوه ممكن يبقى عيانه وما تعرفش، مظبوط طبعا. وانت ما تعرفش فاكرها سليمه، مظبوط. لكن من جوه فهو ربنا عادل. والمهم انا مبسوط اولا بالهدوء بتاعك النفسي الله ده، يخليك. والابتسامه الحلوه، وان انت وراك اسره يعني ربنا يخليها لك، واب وام واخوات واصدقاء. ما تقول لي صاحبي موجود مستنيني مظبوط وبنخرج، يعني عارف. فدي بتبقى نعمه من ربنا. قول لي بقى، لما قابلت الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا، طبعا. قول لي بقى يعني كان شعورك ايه لما قابلته وقابلت المحافظ؟ يعني بدات تقابل ناس شخصيات كبيره. لما كنت بلعب في وادي دجله، كان طبعا جه حد قال لي ان انا كمان مثلا سنتين هقابل الوزير، او اذا كنت هلعب معاه ساعه المهرجان اللي في العالمين، مش هصدقها بصراحه. اه بس فكره ان انا قابلت الوزير وقابلت اللي هو خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدنيا اختلفت خالص بالنسبه لي. اللي هو كنت فين وبقيت فين في لحظه يعتبر، بسبب حاجه انا كنت شايفها مش نافعاني، اللي هو مثلا تقزم، فانا مش عارف العب كوره. بعدها بسنتين نفعتني اكبر نفعاني يعني. بقيت اعرف ان انا يعني قابلت الدكتور اشرف صبحي وقابلت اللي هو خالد فوده. دلوقتي بقيت اعرف ان انا اوجه رسالتي صح للمجتمع، اللي هو اي حد عايز يعمل حاجه يقدر ان هو يعملها طبعا. بس فيعني شعور مختلف طبعا، وشعور بالرضا والسعاده طبعا. يعني اهم حاجه، يعني انت قفلت في وشك انك تلعب تكمل كره القدم في وادي دجله. مظبوط قلت دي النهايه. خلاص. انت عشان عندك صفاء رحت ناحيه تانية خالص. يعني انت كنت مصمم انك تلعب كوره، مش هتعمل حاجه في وادي دجله. مظبوط. ناس طوال وانت مش تعمل. فخلاص مفيش مكان فقفلت هناك. الحته دي وانت افتكرت ان خلاص الدنيا اتقفلت، لكن القناعه والامل والرضا راح وداك بقيت بتلعب في المنتخب دلوقتي، مظبوط وفي حته تانية وفي مجالك. بالظبط. لو انا يعني بعمل حاجه اللي انا حاببها اه بالطريقه اللي انا حاببها، وبودي الرساله اللي انا حاببها يعني. زي ما قلت لحضرتك، أنا اهم حاجه دلوقتي بالنسبه لي رسالتي، ان اي حد عنده اي اعاقه مش شرط تقزم، لو يعرف يعمل اي حاجه كالاسوياء يعني. طالما انت عندك الموهبه وقادر ان انت تعملها فخلاص. كم واحد بيتمرن معاك دلوقتي في مركز شباب الجزيرة أو مركز شباب الساحل، اللي هم دول المكانين اللي انتوا بتتمرنوا فيهم دلوقتي؟ أنا بعيدها ليه؟ عشان الناس وفي تسمع برضه مركز شباب احمد عصمت، ان احنا خلاص قسمنا 12 نادي، اه فكل نادي بقى ليه المكان اللي هو بيتمرن فيه. مم. فيعني احنا دلوقتي بنتمرن تقريبا، كنا قوام المنتخب كنا 50 لاعب، مم. دلوقتي بقينا اكتر طبعا من 50، ان احنا بقينا 12 فريق في محافظات مختلفه. اه فكل واحد بقى عنده الفرصه ان هو الحمد لله يعرف يطلع انتوا بتلعبوا في ويعمل الصالات الموهبه. 6 وجون مش كده؟ مظبوط اه فدلوقتي كل واحد يعني اهم حاجه ان هو يطلع ويشارك ويعمل اللي هو حابه، بس دي اهم حاجه يعني. احنا كنا 50 دلوقتي بقينا اكتر بكتير، ده طب بفضل ربنا طبعا. بالنسبة انت أكيد طبعا بتتفرجوا على شرايط للدول العربية. مين أقوى فريق في الدول العربية دلوقتي؟ احنا في بطوله كاس العرب الفرق كلها كانت تقريبا على نفس المستوى، كل الماتشات اللي احنا لعبناها كانت صعبه. يمكن ماتش العراق مثلا ساعتها احنا كسبنا 1-0، دي كانت اقل نتيجه تقريبا كسبناها، الماتش كله كان معقرب. يمكن الاردن برضو لما لعبناها في انتوا خدتوا الفاينل. البطولة. بالظبط. اه لعبنا الاردن في الفاينل كسبنا 5-4. مم. كان ساعتها ياه برضو 5-4. كان ساعتها ماتش برضو صعب، ماتش معقرب. مم. فلو كل الفرق الحمد لله دلوقتي كلها مستوى عالي. التنافس برضو عالي طبعا. يمكن برضو لما لعبنا منتخب اسبانيا كان من اصعب الماتشات. فالمنتخبات عموما عملتوا ايه مع اسبانيا؟ كسبناها ساعتها 4-1، 4-0. ياه اه كسبتوا اسبانيا. اه اه مم. كان ساعتها وليد عصام جونين، مم. وانا جون، ومحمد حسين جون. مين الهداف دلوقتي عندكم؟ كابتن وليد عصام طبعا. اه ده في البطوله دي جاب كام جول؟ جاب 5 اجوان. 5. مم. وانت؟ انا كنت جايب جونين. جولين. اه والله يعني عارف التدريب وهيجيب اكتر طبعا. ولما يكون في انت ممكن يظهر لك واحد تاني مش موجود بيتفرج علينا دلوقتي، شاف الحلقه قال لك انا عايز العب كوره وطلع مثلا مظبوط. نجم كبير. يعني ما هو ده بقى يعني دور الاعلام. يعني انت اول ما تطلع في البرنامج ولا لا طلعت لا، قبل كده؟ من ساعه لما رحت المنتخب بدات تطلع. بالظبط. يعني الرياضه كمان خلتك في جو تاني خالص. طبعا. يعني ممكن كنت الاول هتطلع هتتكسف مش هتعرف، دلوقتي بقى انت عندك طبعا. هدوء وتقدر تتكلم فاللي هو زي ما قلت لحضرتك المنتخب ودانا في حته تانية خالص. اللي هو كنا فين وبقينا فين في لحظه بسبب حاجه احنا ما كناش حابينها، او حاجه احنا يعني كنا شايفينها ان هي تكون ازمه في طريقنا ان احنا نلعب مثلا كوره. فالحمد لله. بره بقى في العالم مين الفرق القويه بره؟ في طبعا الارجنتين، في اسبانيا، في البرازيل، المنتخبات كلها طبعا يعني
تقيله جدا. احنا عندنا بطوله كاس العالم ان شاء الله في شهر 8، دي هتكون 35 فريق. شهر 8 مظبوط. هتبقى فين بقى؟ في الارجنتين ان شاء الله. في الارجنتين شهر مظبوط. 8 دي. مظبوط. دي تعتبر اول بطوله ولا قبل كده كان في بطولات عالم قبل كده؟ لا، دي اول بطوله كاس عالم اتلعب قبل كده. كوبا، واتلعب بطوله كاس العرب زي ما قلت لحضرتك. كوبا اتلعب منها نسختين، وفي بطوله كاس العرب اتلعب منها النسخه بتاعت السنه اللي فاتت اللي احنا الحمد لله حققناها، وفي بطوله جايه اللي هي الافرو اسيويه في المغرب ان شاء الله. وبس يعني. مين الجهاز الفني بتاعكم بقى؟ حاليا الجهاز الفني بتاع المنتخب كان عباره عن الاستاذ علي شعبان طبعا الاداره. رئيس اللجنه. وكابتن محمود الحضري كان هو المدرب بتاعنا، وكابتن ايمن العطار مدرب الحراس. يعني دي كده وبتتمرنوا بقى كم يعني؟ احنا 3 مرات في الاسبوع. مظبوط. ساعتين ولا اكتر؟ بيكون من ساعتين ل3 ساعات. وبتخشوا جيم وبتخشوا يعني نفس يعني قولي الوحده التدريبيه عباره عن ايه؟ الوحدة التدريبية طبعا تدريبات بدنية وتدريبات فنية، وبنتدرب على سيناريوهات الماتشات، ازاي نستعد لأي ماتش، لأن كل ماتش أكيد بيبقى ليه ظروفه. فبنحاول نستعد لكل الماتشات، لأن احنا زي ما قلت لحضرتك ما لعبناش لحد دلوقتي غير اللي هم الفرق العربية، فلما نطلع نلعب الفرق العالمية أكيد كل ماتش هيبقى ليه برضه سيناريو، وكل ماتش هيبقى ليه الفنيات بتاعته، فاحنا بنحاول نستعد لكل سيناريوهات الماتشات. طيب انتوا كلمتوا بقى الوزير عشان ان شاء الله تخشوا معسكر ولا الدنيا هتبقى ماشيه ازاي الفتره الجايه؟ انتوا لسه عموما قدامكم لسه 8 شهور. يعني دلوقتي هتعملوا الدوري. مظبوط. يمكن طبعا الاستاذ علي شعبان ورانا دايما في الموضوع ده، وبيتكلم مع الوزير، والوزير طبعا داعم لينا على طول. يمكن في ساعه بطوله كاس العرب وفر لنا كل حاجه احنا محتاجينها. بس يعني احنا يعني مستنيين ان شاء الله. قبل ما ننهي الحلقه كلمه تقولها للساده المشاهدين وللقصار القامه اللي هم شايفينك ومش عارفين مكانكم فين، فتبلغهم قبل ما ننهي الحلقه. يمكن لو دخلوا على صفحات الفيسبوك شافوا الدوري المصري للاقزام، عملوا بس عليها سيرش هيلاقوها، يقدروا يتواصلوا معانا، وده طبعا هيبقى شرف لينا ان هم ينضموا لينا. يمكن رسالتي ليهم بشكل عام ان احنا كلكم يعني اذا كان اقزام او اي اعاقه تانية، اي حد يعرف يعمل اي حاجه، اللي هو طالما انت عندك الموهبه وعايز تحققها ومصمم عليها تقدر تعملها احسن من الاسوياء كمان. يعني انت خلاص طالما انت عندك الموهبه ربنا كرمك بيها، خليك بس وراها وان شاء الله ربنا هيكرمك يعني، واحنا مستنيينهم ان شاء الله معانا. على العموم متشكرين كابتن يوسف راوي، شكرا جدا وشرفتنا النهارده، وان شاء الله نبقى نشوفك قبل كاس العالم تاني ان شاء الله، ونتفرج عليك وتجيب ان شاء الله الميداليه او الكاس لمصر. وصورة كابتن يوسف لاعب منتخب مصر لكرة القدم للأقزام. وطبعا أعزائي المشاهدين نشوفكم على خير الأسبوع القادم مع بطل آخر من أبطال التحدي.